احلى تحيه على ملوك الملخصات. فيلم النهارده فيلم من الاخر ومحتاج تركيز عشان ما تتوهش مني، فركز معايا من الاول للاخر. لايكك المتين ويلا بينا نبدا. حكايه النهارده بتبدا مع الضابط كبير، وده ضابط من امهر ضباط المخابرات في الهند، وبيكون الضابط كبير قائد فريق في المخابرات الهنديه. وبنشوف الضابط كبير وهو نازل من الطياره هو وفريقه، وبنشوف ضابط تاني بيبص له باعجاب، وده يبقى الضابط خالد. وبيدخل كبير بيقعد مع القائد لوسر، والقائد لوسر بيقول له ان خالد هينضم للفريق بتاعه في العمليه اللي جايه. فكبير بيضحك ضحكه سخريه وبيقول للقائد لوسر ان خالد هو اخر ضابط ممكن يفكر يضمه لفريقه. فالقائد لوسر بيقول له ان خالد ضابط كوف، وانه اثبت جداره في عمليات كتير، ولازم ياخد فرصه في فريقك لان كفاءته هتزيد لو اتدرب تحت ايدك. فايه السبب اللي يخليك ما تضمهوش لفريقك؟ فكبير بيقول له ان هو مش سبب واحد، وان هما سببين. الاول ان خالد ابوه كان خاين للهند، والسبب الثاني والاهم ان ابوه قتل اعز اصحابه قدام عينه، وانه ضرب عليه رصاصين كان هيموت بسببهم. وكل ده بيكون في حضور الضابط خالد. وبيقوم كبير وبيقول لخالد انا قتلت ابوك لانه كان خاين، ومش هاجي دلوقتي واضم ابن الخاين لفريقي. وخالد بيرد عليه بيقول له ان صحيح ابويا كان خاين، لكن انا مخلص لبلدي، وانا وامي اللي بلغنا عنه، ولولا كده كان زمانك ميت، لان بلغنا ده اللي نبهك وخلاك تاخد حذرك. فلو انت عايش دلوقتي فالمفروض تشكرني على كده، وانا وامي ضحينا بابويا عشان احنا مخلصين للهند. وبنشوف كبير متاثر بكلام خالد لكن ما بيردش عليه. فالقائد لوسر بيقول لخالد لو سمحت استنى بره دلوقتي. وبعد ما بيخرج خالد بيقول لكبير ان خالد اثبت كفاءه، وانه غير ابوه، وانك ما ينفعش تعاقب حد على جريمه حد تاني، خصوصا ان اثبت انه مخلص وعرض حياته للخطر عشان البلد دي اكتر من مره. فكر تاني ورد عليا. وبيديله مهله عشان يفكر. وبعدها كبير بيوافق انه يضم خالد لفريقه، لكنه بيقول لخالد ان وجودك في الفريق هيكون تحت الاختبار مرهون بخطأ واحد، يعني لو حصل منك اي خطأ هتبقى بره الفريق. وبيكون كبير بيشتغل على قضيه واحد ارهابي اسمه رضوان، وبيكون عايز يوصل له عشان يتخلص منه، ده لان رضوان من اكبر اعداء الهند ونفذ اكتر من عمليه ضد الهند قبل كده. وبيقول لفريقه ان اخر عمليه نفذها رضوان تفجير راح فيه ضحايا كتير، وان في واحد اسمه بشير اعلن مسؤوليته عن الانفجار، لكن طبعا بشير مش اكتر من ستاره لرضوان، فلو وصلنا لبشير اكيد هنقدر نوصل لرضوان. وبيقول كبير لفريقه ان بقاله 5 سنين عايز يوصل لرضوان، وان المره دي مش هيسمح له انه يفلت. وبيبص لخالد وبيقول له ان اي حد هيتسبب في خطأ يتسبب انه ما وصلش لرضوان فانا هعتبره عدو وهقتله. وبيديهم وقت بدايه العمليه. وبعدها بنشوف كبير وهو متسلل وسط رجاله بشير، وبنشوف الجماعه وهم بيستعدوا لاعدام واحده ست بسبب غلطه عملتها. فكبير ما بيستحملش المنظر وبيطلع مسدسه وبيقتل الراجل اللي واقف ينفذ حكم الاعدام. وطبعا كل اللي حواليه بيتلموا عليه ويمسكوه. وبنشوف كبير وهو متكتف ورجاله الجماعه نازلين فيه ضرب وتعذيب. وهنا بيظهر بشير وبياخد تليفون كبير وبيقعد يدور فيه، وبيكتشف ان هو ضابط هندي. فبيقول له انت جاي لوحدك وفاكر انك هتقبض عليا؟ فكبير بيقول له انا مش هقبض عليك انت بس، انا هقبض عليك وعلى رئيسك رضوان. فبشير بيقول له انت مش شايف نفسك فين؟ انت هنا على ارضي وانا هفعصك، ولو انت فاكر ان اللي وراك هيلحقوك فانا كسرت شريحه التتبع اللي كانت معاك، يعني محدش هيعرف لك طريق. فكبير بيقول له انت كسرت شريحه لكن خد دي مني، وبيطلع شريحه تانيه من بقه وبيتفاها على وشه. وبنشوف فعلا رجاله كبير وصلوا للمكان، ونشوف خالد راكب مدرعه عليها متعدد وفاتح النار على جماعه بشير، وفعلا بيقدر يخلص على عدد كبير منهم. لكن واحد من جماعه بشير بيضرب قذيفه اربجيه على مدرعه خالد، وخالد بينط منها قبل ما تنفجر، وبيبدا المواجهه على الارض مع رجاله بشير، وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. لكن بيجي واحد وخالد واقع على الارض وبيوجه سلاحه ناحيته عشان يقتله، وهنا بيظهر كبير وبيخلص عليه قبل ما يقتل خالد. وخالد بعدها بيخش في مواجهه مع بشير ويقعد يوجه له ضربات، لكن بشير ما بيتاثرش باي حاجه. وبشير بيقعد يستفز في خالد ويقول له هات اخر ما عندك. بعدها بيقول له خلاص عليك كده، دلوقتي جه دوري. وبيشيله وبيرميه على الارض بكل قوه. ونشوف كبير وهو في مواجهه مع رجاله بشير وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وبعدها بنشوفه في مواجهه مع بشير، لكن اللي حصل مع خالد بيتكرر من تاني، وكبير بيضرب بشير لكنه ما بيتاثرش. بعدها بشير بيضرب كبير وبيريحه جنب خالد، فكبير بيقع على الارض وبيكون كبير خلصان على الاخر. فبيبص لخالد وبيشاور له عشان يقوم يواجه بشير، وخالد بيبقى خايف من بشير لكنه ما يقدرش ما يقومش عشان ما يكونش ده الخطأ اللي مستنيه له كبير. فبيقوم خالد وبيواجه بشير وبيديله اكتر من ضربه لحد ما بيديله ضربه على دماغه بتوقعه على الارض. وبيبص لكبير بابتسامه على انه خلص على بشير، لكنهم بيتفاجئوا ببشير واقف ورا خالد تاني. فبيقوم كبير بيواجه اكتر من ضربه لبشير، وبعدها بيتعاونوا مع بعض وبيقدروا فعلا يخلصوا منه. وبالليل بنشوف فريق كبير وهم بيحكوا عن مهمه النهارده، وكلهم كانوا بيشيدوا بخالد وبيقولوا له ان هو كان افضل واحد في مهمه النهارده، وان اكيد كبير هيثبته في الفريق. وبنشوف والده خالد وهي جايه تزوره في مكانه وجايبه له معاها اكل، وخالد بيبقى فرحان جدا لما بيشوفها وبيوعدها انها دايما هتكون فخوره بيه. في الوقت ده بينادي عليه كبير وبيقول له لما يخلص يخش له المكتب. وبنشوف والده خالد بيجي لها ذهول اول ما بتشوف كبير، لانها ما كانتش تعرف ان خالد بيشتغل تحت ايد الراجل اللي قتل جوزها. بعدها بنشوف خالد وهو داخل على كبير المكتب، وكبير بيقول له انا قلت لك ان اي خطا هتخرج من الفريق، وانت النهارده ارتكبت الخطا ده، وهو انك اخطات هدفك اكتر من مره، وبشير كان على يمينك مرتين وما شفتهوش، وحاجه زي دي ممكن تكون خطر على الفريق كله، وانا مش هسمح ان اي حد يتسبب في اذى لاي حد من الفريق، عشان كده انت مش هتكون موجود معانا. وبنشوف خالد وهو بيحكي له عن زمايله اللي كانوا بيضربوه في المدرسه دايما، وده بسبب ان ابوه خاين. وفي مره حد من زمايله وجه له ضربه في عينه اليمين اثرت عليها، وبيحكي له ازاي هو كان مكسور بسبب ان ابوه خاين، لكن والدته وقفت جنبه وساعدته لحد ما دخل الجيش، وقالت له انه لازم يثبت كفاءته ويثبت ان هو عكس ابوه. وبيقول له ان انا وعدت والدتي بكده، وعشان اقدر انفذ وعدي ليها انا بطلب منك تديني فرصه تانيه، واوعدك ان مش هيتكرر مني خطا تاني. وهنا كبير بيقول له انا كنت متاكد ان انت خاين زي والدك، لكن بعد ما شفتك في عمليه النهارده انا متاكد ان انت زي والدتك
والدتك وعكس ابوك، وبقول لك اني غلطان في نظرتي ليك اللي بعتذر لك عنها، وعشان كده انت من النهارده هتبقى ضمن الفريق. وخالد بيكون مبسوط جدا من كلام كبير وبيديله التحيه العسكريه. وبنشوف كبير وخالد وهم مندمجين في احتفال، وبيبان انهم بيقربوا من بعض. بعد ما بيخلصوا احتفال بيجي لهم رسائل على تليفونهم ان القائد لوثر عايزهم في اجتماع، وبيروحوا كلهم للقائد لوثر. والقائد بيقول لهم ان موت بشير خلى رضوان يتحرك، وانه هيكون موجود في الهند بكره وهيسافر تاني اخر اليوم، فبكره هيكون الفرصه الوحيده لو عايزين يقبضوا على رضوان. وبيقول ان هو هيبلغ الوزاره بالعمليه، فكبير بيطلب منه انه ما يبلغش الوزاره، وبيقول له ان كل مره بيبقى رضوان سابقنا بخطوه، وده معناه ان في حد خاين بيبلغه قبل ما نوصل له، واحتمال الخاين ده يكون في الوزاره. وبيطلب منه انه يخلي العمليه ما بينهم لحد ما ينجحوا فيها الاول، وكمان من الممكن ان الخاين يكون جوه الفريق، وعشان كده انا مش هثق في اي حد من اللحظه دي لحد ما نقبض على رضوان. وبيقول للفريق كله كل واحد معاه تليفون يجيبه، وفعلا كل واحد بيطلع تليفونه وبيحطه قدام كبير. وبنشوف فريق كبير وهم بيبداوا العمليه، وبيبقوا منتشرين في المكان اللي المفروض هيجي فيه رضوان، وفعلا رضوان بيوصل للمكان. وفي اللحظه دي فريق كبير كله بيتجمع على رجاله رضوان، وفعلا بيتمكنوا منهم. وكبير بيرفع على رضوان السلاح وبيقول له انت رايح فين؟ زيارتك النهارده عندنا في السجن. ورضوان بيستهزأ بكلامه وبيقول له انت ما زهقتش من المحاوله؟ انت حاولت كتير قبل كده ومهما حاولت عمرك ما هتقدر تقبض عليا. كبير بيقول له ان خلاص دي النهايه وانت دلوقتي بين ايديا. فرضوان بيقول له طب ايه رايك نعرض الكلام ده على فريقك ونشوف رايهم ايه؟ فبيعرف كبير ان رضوان قصده على الخاين اللي في فريقه، فبيقعد يبص عليهم عشان يعرف الخاين، وبيبص على خالد وبيشك فيه لكن ما بيكونش هو. وفجاه بيظهر شخص من فريق كبير اسمه سراب، وبيقتل اكتر من شخص في فريق كبير. وواحد من رجاله رضوان بيضرب نار على كبير، لكن خالد بيطير وبياخد الرصاصه بداله وبتيجي في كتفه. وبيبدا اللي باقي من فريق كبير ورجاله رضوان يضربوا على بعض النار، واشخاص كتير بيموتوا من الناحيتين. وسراب كان عايز يهرب لكن خالد بيجري وراه. كبير بيتواصل مع خالد وبيطلب منه انه يرجع ويسيب سراب، وبيقول له ان المهم اننا نقبض على رضوان، لكن خالد بيكون مصمم انه يجيب سراب الخاين. وكبير بيخلص على اكتر من واحد من رجاله رضوان وبيروح ناحيته عشان يقبض عليه، لكن بتجيله رصاصه في رقبته قبل ما يوصل لرضوان، وبيقع على الارض وبيغيب عن الوعي. وبعدها رضوان بيقدر يهرب، وبنشوف بعدها بايام كبير في المستشفى، وبيفوق بعد ما الدكاتره قدروا ينقذوا حياته في اخر لحظه. وبيقوم كبير وبيروح على ثلاجه المستشفى وبيشوف رجالته اللي ماتوا وهم في المشرحه، وبيبقى باين عليه الغضب جدا. ولما بيسال القائد لوثر على خالد بيقول له ان خالد فضل يطارد سراب مده كبيره وبعدها فقدنا اثره ولحد دلوقتي مش عارفين نلاقيه. فكبير بيقول له انا واثق في خالد واكيد هو عارف يتعامل مع سراب، دوروا تاني واكيد هتلاقوه. والشرطه بتلاقي جثه فعلا لكنها بتكون جثه خالد، فبيتاكدوا منه وبيعرفوا ان هو لسه حي. وبنشوف خالد بعدها في المستشفى، وخالد بيقول لكبير ان هو قدر يقتل سراب الخاين. فكبير بيقول له انا كنت واثق فيك والمهم انك تقوم بالسلامه. بعدها بنشوف كبير وهو في عمليه لاغتيال واحد من المجرمين، وبيكون متابعه قائد اسمه نايدو. والقائد نايدو بيسال كبير هل الهدف قدامك ولا لا؟ فكبير بيرد ان الهدف قدامه على طول، فبيطلب منه انه يخلص عليه. لكن في اللحظه دي اللي بيموت هو القائد نايدو، وده بعد ما بياخد رصاصه في كتفه ورصاصه في دماغه. والمفاجاه ان اللي قتله بيكون كبير، اللي بيبان هنا ان هو خاين وقتل القائد بتاعه في العمليه، لكن ما حدش يعرف السبب. وبنشوف القائد لوثر وهو بيقول لمديرته انه ما كانش متصور ان كبير يبقى خاين وانه يقتل القائد بتاعه، وبيقول لها ان هو اكيد اتفق مع الارهابيين علينا وانه مش عارف السبب اللي غير كبير في لحظه. والمديره بتبقى مش عارفه تتصرف ازاي ومش عارفه ازاي هتبلغ الوزير باللي حصل، وبتؤمر القائد لوثر انه يجهز عمليه لتصفيه كبير وان الامر ده يتم باقصى سرعه. وبنشوف خالد بعد ما خاف وهو في مواجهه مع عصابه مخدرات، وبيكون في المواجهه لوحده مع عدد كبير لكنه بيقدر يخلص على عدد كبير منهم. بعدها بيتظاهر ان هو مش قادر عليهم، وفجاه بيقوم وبيكمل المواجهه وبيخلص منهم كلهم. وبنشوفه بعدها وهو بيقبض على رئيس العصابه، واثناء ما هو ماسكه بيجي له اتصال من القائد لوثر فبيعرفوا ان هو نجح في مهمته. وبنشوفه بعدها وهو رايح للقائد لوثر في مكتبه، والقائد لوثر بيكلم الفريق كله عن كبير وبيقول لهم ان احنا فقدنا اثر كبير لكننا عرفنا ان هو زور جواز سفر واللي اكيد هيرجع بيه للهند. فخالد بيقول له السؤال هنا ازاي كبير اللي دربنا كلنا يتحول لخاين في دقيقه مع انه هو اللي خاطر بحياته طول السنين اللي فاتت عشان خاطر بلده. فالقائد لوثر بيقول له ان الاجابه عند كبير وعشان نعرفها لازم نقبض عليه، وبيسلم مهمه القبض على كبير للضابط ثاني. فخالد بيعترض وبيقول له ليه ما تكلفش انا بالمهمه دي، انا اكتر واحد حافظ كبير وعارف طريقته. فالقائد لوثر بيقول له انك بتحب كبير وممكن مشاعرك هي اللي تحركك. فخالد بيقول له انا ما بحبش حد اكتر من بلدي ولو شفت اي حد خاين هقتله بدون تردد. وبعدها بيروح خالد على مكتبه وبيعلق صوره كبير قدامه وبيلاقي التليفون بيرن، فخالد بيرد وبيتفاجئ لما بيلاقي كبير هو اللي بيكلمه. وبنشوف خالد بيحط المكالمه على جهاز التتبع، لكن على طول كبير بيعرف وبيقول له ان ده ملوش لازمه وانك ما تقدرش توصل لمكاني وانك تقريبا نسيت انت بتتعامل مع مين. فخالد بيقول له انا مش مصدق ان انت تخون بالسهوله دي، ازاي فجاه تتحول لخاين وتقتل القائد نايدو. لكن كبير بيقول له ان نايدو كان رقم واحد وان لسه القايمه مفتوحه. فخالد بيقول له انه هيوصل له قبل ما يقتل اي حد تاني. فكبير بيقول لخالد انا بتمنى لك التوفيق ولو جات لك الفرصه تقتلني ما تترددش تعمل كده، لكن انا باكد لك ان الفرصه دي مش هتيجي وان انت لو وقفت بيني وبين خطتي فانا اللي هقتلك. وبعدها بيقفل السكه، وبنشوف بعدها طياره تبع الجيش الهندي وبنشوف وراها طياره صغيره راكب فيها كبير، وكبير بيطلع يقف فوق الطياره وبيقدر ان هو يقتحم طياره الجيش الهندي وبيخلص على كل اللي بيقابله لحد ما بيوصل لظابط اسمه شيروف واللي بيكون كبير جاي له هو مخصوص. وبعد مواجهه ما بينهم بيقدر كبير انه يرميه بره الطياره، لكن الطياره بتكون هتنفجر وكبير بينط منها بالباراشوت قبل ما تنفجر. وبنشوف القائد لوثر وهو مع الفريق وبيكون غضبان بعد ما عرف ان كبير قتل الظابط شيروف، وخالد بيقول له انه مش هيسيب كبير غير لما يقتله. بعدها بنشوف خالد في محطه المترو وبيركب المترو، وفجاه بيظهر
وبيظهر كبير وراه. فخالد اول ما بيشوفه بيحط ايده على سلاحه، لكن كبير بيقول له ان المواجهه هنا هتقتل ابرياء كتير. فخالد بيتراجع وبيسيب سلاحه مكانه، وكبير بيقول لخالد انه يبطل يطارده لو مش عايز امه تحزن عليه. فخالد بيقول له انه ما يقدرش يسكت على الخيانه، وان امه هتكون فخوره بيه لو مات وهو بيحارب الخيانه، لانه هيكون مات شهيد بعد ما خلص على الخاين. فكبير بيعرض عليه عرضين يختار واحد منهم، وبيقول له اما ان اقول لك بخون البلد وبقتل ضباط من الجيش ليه، او ان اقول لك مين تالت ضابط هقتله. فخالد بعد تفكير بيقول له قول لي مين الضابط التالت. وهنا فجاه بيختفي كبير، وخالد بينزل بسرعه يدور عليه بين الناس، لكن كبير بيكون موجود لسه في المترو، وبيحاول خالد انه يوصل له لكن الباب بيتقفل. وهنا كبير بيوريه الورقه على ازاز الباب مكتوب فيها اسم الضابط التالت، واللي بيكون الضابط واص. وبيرجع كبير بالذاكره ل6 شهور فاتوا، وقتها كان كبير بيحاول يوصل لرضوان، وبيوصل فعلا لواحد من رجالته اسمه فيروز، وقدر كمان يتصنت على مكالمات، وعرف منها ان 4 من ضباط الجيش الهندي بيشتغلوا مع رضوان، لكنه ما بيقدرش يعرف اساميهم. وبسبب ال4 ضباط دول كان رضوان بيهرب من كبير كل ما بيقرب منه. وعرف كمان ان رضوان بيخطط لضرب قواعد من قواعد الجيش الهندي، لكن عشان يعمل كده كان لازم يضرب القمر الصناعي اللي مسؤول عن حمايه القواعد دي، وده عشان يبقى استهدافها سهل. عشان كده رضوان كان بيصمم صاروخ يضرب بيه القمر الصناعي ده. وكبير في الوقت ده ما كانش يقدر يتهم اي حد، لان ما حدش هيصدقه من غير دليل، وهو اصلا لسه ما يعرفش اساميهم. فبيحاول يعرف اساميهم، ويروح لواحده صديقته اسمها نينا، وبيقنعها تروح لفيروز وتحاول تستدرجه عشان تعرف منه اسامي الضباط دول. وفي الاول نينا بترفض وبتقول له انها ممكن في عمليه زي دي تموت وتسيب بنتها الوحيده. فكبير بيطمنها وبيقول لها لو حصل اي حاجه بنتها هتكون مسؤوله منه. فنينا بتوافق وبتبدا المهمه، وبنشوفها وهي بتقابل فيروز في الفندق اللي هو قاعد فيه، وبتحاول تستدرجه لحد ما بتطلع معاه الاوضه. وبنشوفها وهي بتحط فلاشه في اللابتوب بتاعه عشان تنسخ منه البيانات. وبيكون كبير مراقب الموقف من بعيد، وبيتصل القائد لوسر على كبير، وكبير بيشرح له اللي هو عمله ان ناني دلوقتي عند فيروز وبتحاول تسرق البيانات منه، وبيقفل السكه. بعدها بيجي له اتصال من المساعده بتاعته، وبتقول له انها هتبعت له فيديوهين لازم يشوفهم. والفيديوهين دول بيعرفوه ان رضوان خلى دكتوره تجميل كبيره تعمل له عمليه وتغير شكله، وان فيروز نفسه يبقى هو رضوان. وبيكون الفيديوهين واحد للعمليه اللي عملها رضوان، وواحد للدكتوره وهي بتكلم فيروز على انه رضوان وبتساله عن عمليه وشه. وبنشوف نينا وهي خارجه من الحمام ورايحه تاخد الفلاشه، لكن فيروز واللي هو رضوان بيبقى عارف وخد الفلاشه من اللابتوب. ولما كبير بيشوف اللي حصل بيجري على الفندق، واول ما بيطلع الاوضه بيلاقي ناني مقتوله ومرميه على الارض. في الوقت ده رضوان بيكون ركب طياره وهرب بيها، وبيكون لسه كبير ما عرفش اسامي ال4 ضباط. ونشوف كبير وهو بيتصل على المساعده بتاعته، وبيقول لها ان مفيش حد كلمه وعرف منه المعلومات غير القائد لوسر، لكنه مش بيشك فيه. فبيطلب منها انها تراقب سجل مكالماته بعد ما كلمه على طول، لانه اكيد كلم حد من ال4 الخونه. فبتنفذ المساعده اوامره، وبتعرف انه كلم القائد نايدو بعد كبير على طول. فبتبلغ كبير باللي عرفته. وهنا كبير بيروح يضرب القائد نايدو برصاصه في كتفه، وبيساله عن اسم الضباط ال3 التانيين، وبيقول له ان لو ما قالوش عليهم هيقتله. فالضابط نايدو بيقول له انه ما يعرفش غير اسم واحد بس منهم، وهو الضابط شروف. وقتها كبير بيخلص عليه برصاصه في دماغه. وبعدها كبير لما راح يخلص على شروف عرف منه اسم الضابط واص، وعرف منه ان الضابط واص معاه هارد عليه بيانات الصاروخ اللي هيتضرب على القمر الصناعي. وبنشوف الضابط خالد وهو مع الضابط واص، وبيبلغه ان هو على رادار كبير وانه دلوقتي في خطر، وبيقول له انه مجهز موكب هيامنه بيه، وبيطلب منه يروح معاه وهو هيوصله لمكان امن. وبنشوف الموكب وهو ماشي لتامين الضابط واص، وبنشوف ارباجيه بيتضرب منه قذيفه، وطبعا بيكون اللي ضاربها كبير. وبنشوف كبير وهو خارج من وسط النار، وبيروح للضابط واص وبيحاول يعرف منه اسم الضابط الرابع، لكنه بيقول له ان هو مش عارفه، وبيقول له ان الوحيد اللي يعرف الضابط الرابع هو رضوان، وانه ما يعرفش مكان رضوان دلوقتي. وبنشوف خالد بيفوق وبيحاول يضرب كبير بالنار، لكن كبير بيستخدم واص كدرع، وفعلا الضابط واص بيموت. كبير بياخد الهارد اللي عليه بيانات الصاروخ من جيب واص وبيهرب، لكن خالد بيطلع من العربيه اللي هو فيها وبيركب موتوسيكل ويطارد كبير، وبياخد وقت كبير جوه المدينه في المطارده. وهنا كبير بيحط حبل معدني بعرض الشارع لخالد، وفعلا خالد بيتكعبل فيه وبيقع، وكبير بيهرب بالموتوسيكل، لكن خالد بيطارده على رجليه، وبيحاول يجري في شوارع جانبيه لحد ما فعلا بيوصل لكبير وبيوقعه من على الموتوسيكل. كبير بيقدر ان هو يوقع خالد ويجري منه، وخالد بيفضل يجري وراه لحد ما بيوصل كبير للبحر، وبينط في الميه وبيهرب من خالد. وبنشوف القائد لوسر وهو متعصب على خالد، وبيقول له انك فشلت انك تقبض على كبير او تقتله، مع انه كان قدامك مرتين، وبما انك فشلت فانا هسلم المهمه للضابط ثاني. وبنشوف خالد وهو في بيته متعصب جدا من اللي حصل، لكن خالد مش بييأس وبيحاول يدور لوحده. وفعلا بيوصل ان كبير كان بيراقب واحد اسمه فيروز، وان فيروز كان شغال مع رضوان. فخالد بيستنتج ان كبير مش خاين، وانه بيعمل كده عشان يقبض على رضوان، وان هو مش بيقتل غير الخونه. وبيعرف كمان ان نينا اللي اتقتلت كانت بتساعد كبير، وان هو اللي بيتولى رعايه بنتها دلوقتي. فبيحاول يوصل للبنت عشان يوصل لكبير، وفعلا بيوصل لها، وطبعا بيوصل بسبب البنت الكبير. وخالد بيقول لكبير تعالى نتكلم في مكان غير هنا. وفعلا كبير بياخد خالد على مكانه وبيحكي له على كل اللي عمله، وبيحكي له ليه هو عمل كده، وبيعرفه ان لسه ما عرفش اسم الضابط الرابع. وفجاه وهو بيتكلم خالد بيزق كبير عشان يبعدوا عن الرصاصه جايه عليهم، وبيبان ان في هجوم عليهم من رجاله رضوان. وكبير وخالد بيخشوا مع رجاله رضوان في مواجهه وبيخلصوا عليهم كلهم. وبعدها بنشوفهم وهم في القطر ومسافرين سوا، وبيروحوا للمساعده بتاعت كبير، وبيديها كبير الهارد، وبيطلب منها انها تعرف لهم البيانات اللي عليه. وبعد ما بتشوفه بتقول لهم ان الهارد ده عليه بيانات الصاروخ اللي هيتضرب على القمر الصناعي، وان القمر الصناعي لو اتضرب فقواعد الهند كلها هتكون من غير حمايه، ومحدش هيقدر يرصد اي هجوم عليها. وبتعرفه ان من غير الهارد ده آلية ضرب الصاروخ مش هتكتمل. فكبير بياخد الهارد من المساعده بتاعته وبيديه لخالد،
خالد وبيقول له ان النهارده هيكون معاك في امان اكتر. وبعدها بنشوف كبير وخالد وهم على مركب وراجعين لمكان كبير، وبنشوفهم بيشربوا نغب احتفالهم بان كبير مش خاين، وكبير بيشرب لكن خالد بيرمي الكاس على الارض، وده لان خالد حط السم في الكاس لكبير. وبنشوف كبير متاثر بالسم وبيقع على الارض، وخالد بيقول له دلوقتي تقدر تعرف مين الضابط الرابع. الضابط الرابع يبقى انا، وانا مش خالد، انا الضابط سراب. وبيحكي له وقت المطارده بين خالد وسراب، وبيقول له ان خالد كان قرب يقتله لكن ظهر رضوان وضرب خالد من ظهره وقتله. وقتها رضوان خلى دكتور التجميل تعمل له عمليه وتغير شكله الفروز، وتعمل لسراب كمان عمليه وتغير شكله لخالد عشان سراب يشتغل وسط الجيش على انه الضابط خالد. والعمليه نجحت وسراب بقى عايش بوش خالد، وما كانش فيه غير علامات في وش سراب في مكان العمليه، فالدكتوره دارتها وكمان غيرت في احباله الصوتيه وخلت صوته يبقى قريب من صوت خالد. بعدها رجاله رضوان ضربوا سراب اللي بوش خالد بالنار في كتفه وسابوه في نفس المكان عشان الجيش يلاقيه، وطبعا لما لقوه افتكروه خالد وبيشيل سراب اللزق من على وشه. ونشوف كبير وهو بيموت ومش مصدق اللي بيسمعه، وسراب بيشيل جثه كبير وبيرميه في الميه. وبنشوف سراب وهو رايح لرضوان في السفينه اللي هو فيها واللي بيكون عليها الصاروخ اللي هيتضرب على القمر الصناعي. وهنا رجاله رضوان بيحطوا الهارد عشان يبداوا عمليه ضرب الصاروخ، وفعلا بيطلقوا الصاروخ وبيكون قدامه 10 دقائق عشان يوصل لهدفه. لكن طبعا الحكايه مش بتخلص على كده، وفجاه بيظهر كبير اللي لسه ما ماتش، وهنعرف ازاي كمان شويه. وبيخش كبير على رجاله رضوان وبيخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصل لرضوان وسراب، وبيرفعوا على بعض السلاح. وسراب بيبقى متفاجئ ازاي قتل كبير وكبير واقف قدامه دلوقتي، فكبير بيحكي له وبيقول له انه ما كانش واثق فيه من وقت ما زقه وخلاه يتفادى الرصاص لانه شاف ضرب النار بعينه اليمين، مع ان خالد اصلا كان عنده عينه اليمين ضعيفه. فبيقول له ان عرفت ان في حاجه غلط وما استبعدتش ان يكون وشك اتغير، وده بعد ما عرفت ان رضوان غير وشه لوش فيروز لان جثه سراب لحد دلوقتي الجيش ما لقاهاش. وبيقول له ان المساعده بتاعته قالت له ان في عبوه سم اتسرقت من معمل الجيش، فطلب منها كبير انها تعمل له مصل للسم ده، وعشان كده السم ما اثرش فيه. وبيقول له ان انا حطيت جهاز تتبع في الهارد قبل ما اديهولك عشان اعرف مكانكم واوصل لكم. فسراب بيقول له كبير ان كل اللي بتعمله ده ملوش لازمه لانك ناسي ان الصاروخ اتضرب اصلا وفاضله دقايق وهيضرب القمر الصناعي. وفي الوقت ده بنشوف رجاله رضوان وهم بيقولوا له ان الصاروخ بيغير اتجاهه وانه بيرجع على السفينه من تاني. وهنا كبير بيقول له ان هو عدل على الهارد وخلى الصاروخ بعد ما ينطلق يرجع يضرب مكان انطلاقه تاني، وبيكون الصاروخ قدامه دقيقه و38 ثانيه وهينفجر في السفينه. ورضوان بيحاول يقتل كبير لكن كبير بيمسكه وبيقول له سراب يرمي سلاحه بدل ما يقتل رضوان، فسراب ما بيهموش الكلام وهو اللي بيضرب رضوان بالنار وبياخد عربيه وبيهرب بيها من على السفينه. وبنشوف كبير وهو طالع بعربيه وراه من السفينه، وخالد بيتخض لما بيشوفه وراه، وبتفضل ما بينهم المطارده وبيحاول سراب ان هو يهرب من كبير لكن كل محاولاته بتفشل، وكبير بيقدر ان هو يخبط عربيته ويدخل بيه في مبنى مهجور، والاثنين بيطلعوا من العربيات وبتبدا ما بينهم المواجهه. وفي الاول سراب بيبقى مسيطر وهو اللي بيضرب كبير، وكبير يا دوب بيرد لحد ما سراب بيضرب كبير بسكينه في ايده، لكن كبير بيشيلها من ايده وبيكمل المواجهه مع سراب. بعدها سراب بيبقى مسيطر على كبير وبيبان على كبير التعب، لكن فجاه بيقوم من تاني وبيضرب سراب بقوه. بعدها سراب بيطعن كبير في كتفه والاثنين بيكونوا خلاص مش قادرين، لكن كبير بيفضل يوجه ضربات لسراب وفي الاخر بيرميه من فوق وبيوقع عليه سقاله حديد. وبعدها المبنى بينهار على سراب وبيموت. وبعدها بنشوف كبير وهو بيقابل القائد لوسر وبيشرح له كل حاجه، والقائد لوسر بيعتذر له ان هو شك فيه وبيقول له ان انت بطل، لكن كبير بيقول له ان البطل الحقيقي هو خالد وان الفضل في العمليه دي يرجع لخالد اللي مات عشان يخلص البلد من الخونه. وفعلا الوزاره بتعمل حفله وبتكرم فيها خالد، وبتكون والده خالد موجوده وبرغم حزنها على ابنها لكنها بتبقى فخوره بيه. وبنشوف كبير وهو مع بنت نينا في اجازه وبيجي له مكالمه من القائد لوسر وبيطلب منه انه يجهز نفسه للمهمه الجديده، وكبير بيقول له انه دايما جاهز. وبكده بتنتهي حكايه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك ويشرفني اشتراكك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الملخصات الجديده اول باول. واحلى سلام.